مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة كل ولادنا بيحبوها، سواء أيام الدراسة أو في الأجازة. هنعمل مخبوزات محشية. المخبوزات دي أو سندوتشات، بس احنا هنحشيها من البداية وهي لسه عجينة. المخبوزات دي حلوة قوي وسهلة خالص، وكمان في حشوات مختلفة. ممكن ما نعملش الحشوة اللي أنا جهزتها النهاردة، مع إنها حشوة حلوة قوي وكتير من الولاد بيحبوها. الأكلة دي تنفع في الفطار وتنفع في الغدا. حلوة قوي قوي قوي، سهلة وبسيطة، محدش بيرفضها بصراحة. لأن احنا دايما بنزهق والولاد بتزهق، فبنحتاج ان احنا نغير الأكلات والوصفات بتاعتنا. العجينة اللي أنا هستخدمها النهاردة عجينة حلوة قوي بمكون لطيف، هيديكي عجينة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها. يلا نشوف هنعمل وصفتنا ازاي وايه الحشوة اللي احنا هنحشيها بيها. اول حاجة معايا هنا، انا عملت الجبنة في البيت، وده الشرش بتاعها او السائل اللي بيخرج منها. طبعا انا عملت معاكم كتير قوي، انا هنا دول كوبايتين. عملت معاكم كتير قوي معجنات، استخدمت السائل اللي بيخرج من الزبدة، والمرة دي السائل اللي بيخرج من الجبنة. انا هنا ضفت قبل ما يفوت اللقطة دي، عايزة اقول لكم، ضفت حبة بيض زي ما احنا شايفين، وضفت كمان نص كوباية زيت. وكمان هنا هضيف معلقتين او 3 سكر على حسب المعلقة بتاعتي. تمام كده، من معلقتين ل3. يبقى كوبايتين من السائل اللي خرجته من الجبن هيعمل معجنات هايلة جدا. وكمان نص كوباية زيت نباتي عادي خالص، وحبة بيض. وهنا ضفت نص كيس خميرة فورية، ومعلقتين كبار سكر. هدوب الحاجات دي الحلوة قوي قوي دي مع بعض، اللي هتعمل لك عجينة ممتازة، وكمان مخبوزات تحفة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزة اقول لكم، اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس. الحكاية دي مش هتكلفكم كتير، بالعكس هتشوفوا كل الوصفات والمعجنات وكل حاجة بعملها علشان تستفيدوا بيها. ولو بتستفيدوا بيها بالفعل وبتعجبكم الفيديوهات والمحتوى، قولولي في التعليقات. قولولي بتتابعوني منين، قولولي كمان حابين ان انا انزل لكم ايه. هنا معايا كيلو دقيق منخول. هنزل بقى بالسائل اللي انا جهزته، اللي هو الشرش او السائل اللي خرج من الجبنة. والجبنة كمان انا هنزلها لكم قريب، هتعجبكم قوي قوي، وكمان هتستفيدوا من الطريقة. يبقى كوبايتين من السائل ده، نص كوباية زيت، حبة بيض واحدة، نص كيس خميرة فورية، معلقتين سكر، وشوية ملح. هبتدي كده أعجن. العجينة دي حلوة جدا جدا جدا، حقيقي مش هتعرفوا ان هي ممتازة الا لما تجربوها. العجينة حلوة كده وبتلزق كده بسيط زي ما احنا شايفين. انا خدت هنا معلقة زيت علشان اخلص ايدي من العجينة واسيبها علشان ترتاح شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تكسليش، اعملي الحاجات دي في البيت. كتير قوي من الولاد بيزهقوا زي ما قلت لكم، وبيحبوا يشتروا الحاجات دي من بره. لو عملتيها في البيت مش هتخسري حاجة، بالعكس هتوفري وكمان هترضي اولادك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما ننساش طلبة الثانوية العامة، ندعي لهم ربنا يوفقهم ويفرحهم. طبعا احنا خارجين من عيد ومواصفات العيد، فحابين نجدد ونغير. والوصفة دي هتعجب الولاد قوي، وخصوصا الصيف جه والخروجات كتير، ودي هتنفع قوي معاكي في يوم لو خارجة او انتي في البيت وعايزة تجددي. هنيجي هنا بقى للحشوة بتاعتنا. السجق ده كان طازة، ومعايا هنا خضار، معايا بصل شرايح، معايا طماطم شرايح، معايا قرن واحد فلفل اسكندراني. لو عندك فلفل الوان عايزة تضيفي قرن حامي، ايه اللي يريحك. لو انتي مش عايزة تحشي سجق، احشي فراخ. لو مش عايزة فراخ وعندك لحمة متعصجة، احشي. لو مش عندك ده ولا ده خالص، احشي جبن. هنا علشان السجق طازة انا ما قطعتوش، نزلت بيه في المقلاية على طول، وضفت له معلقة واحدة زيت، واحدة بس، لانه عادة السجق بيكون دسم. ولو انتي حاساه دسم قوي ما تضيفيلوش اي مادة دهنية، وسيبيه هو في الطاسة هيبتدي يخرج الدهون بتاعته ويستوي. هنا انا زي ما قلت لكم ضفت معلقة واحدة زيت، وهبتدي اشوح فيه بالخضار.
هنا ضفت شوية فلفل اسود وشوية 7 بهارات، حبة صغيرين بس، لانه عادة السجق بيجي متحيق وجاهز. هفضل كده اشوح فيه لغاية ما يستوي، ومش هضيف له اي سوائل خالص. هنرجع هنا للعجينة بتاعتي، وكانت اللهم بارك حجمها تضاعف وبقت ممتازة خالص كده، اقدر استخدمها. هنا بقى انتي هتبتدي تقسميها. عايزة اللقمة بتاعتك او الساندوتش بتاعك كبير صغير زي ما انتي حابة. الكيلو ده انا هعمله 9 قطع، عايزة تعمليه 10، عايزة تعمليها 11 12 زي ما انتي حابة. انا عملتها كبيرة شوية في حجم الساندوتش الكبير كده، ده ممكن يأكل حد فرد يشبعه. وممكن لو فضل عندك من السندوتشات دي ممكن تحطيها في كيس وتدخليها الفريزر، ولما تعوزي تخرجي هتسيبيها شوية تهدى كده من ساعتها، او ممكن تدخليها الفرن بتاعك شوية، هتلاقيها كأنها طازة بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسهل من كده مفيش، سهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة خالص. كيلو الدقيق بيعمل لي كمية حلوة قوي قوي قوي. بعد ما قطعتها كده هبتدي من اول واحدة قطعتها وهبتدي افردها واحشيها. المعجنات دي ما بتاخدش وقت خالص، بالعكس سهلة خالص وبسيطة وبتخلص معاكي بسرعة. كده خلاص انا كنت جهزتهم. هبتدي بقى افرد واحشيهم، وضروري نغطيهم بكيس تلاجة علشان خاطر ما يعملوش وش والعجينة تفضل زي ما هي. السجق بتاعي هنا انا كنت خلاص بقى استوى وبقى بالصورة الحلوة دي، فقطعته قطع صغيرة. وعندي جبنة رومي مبشورة وجبنة موتزاريلا، اللي انتي موجود عندك استخدميه. زي ما قلتلك ما توقفيش على حشوة معينة، حشوة اللي ولادك بتحبها اللي موجودة عندك صدقيني هيتبسطوا بيها قوي، بس انتي اعمليها عندك. بصوا الحجم ده انا زي ما قلتلكوا كنت مقطعاها كده. هنا انا كنت فردت اول واحدة خلاص، وسمكها ما يبقاش سميك قوي، يعني يبقى مناسب لان هي حجمها بيزيد. عايزة تسيبي قطعة سجق سليمة اللي يريحك، انا حبيت اقطعها افضل. وضفت هنا شوية جبنة كده، وكمان هضيف شوية خيار مخلل مقطعاه صغير زي ما احنا شايفين كده. الخيار هيدي طعم حلو قوي قوي للسجق، وهيبقى السندوتش حلو قوي وهيعجب ولادك كتير خالص. لو بدلتي السجق ده بالفراخ برضه هيديكي نتيجة حلوة. الله أكبر الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. زي ما احنا شايفين كده كان بالحجم الحلو ده. الولاد خدوا الأجازة خلاص، لو ولادك حابين ان هم يساعدوكي ده هيساعدك كتير، وهتعلميهم كمان يعتمدوا على نفسهم. بنفس الصورة كده برضو ضفت سجق وهضيف الجبنة وهضيف الخيار، وهقفل الساندوتش بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين كده سهل جدا وبسيط. علشان ما اطولش عليكم انا خلصت عملت القطعتين دول معاكم، وهكمل الباقي بنفس الطريقة. لو عندك صفار بيض وعايزة تدهني بيه الوش استخدميه، لو عايزة تضيفي كده شوية لبن بساط وتدهني برضو بيهم الوش المتاح عندك اعمليه. انا هنا دهنت الوش بشوية لبن، وهبتدي بقى احط شوية سمسم، حبة البركة اللي موجود عندك حطيه على الوش، هيديكي شكل حلو قوي. وريحة المعجنات كانت هايلة وطعمها تحفة جدا. في الأثناء دي أنا ابتديت أشغل الفرن بتاعي، لأن لازم الفرن يكون سخن علشان المعجنات دي تديكي نتيجة كويسة.
وطبعا هتحطيها في الرف الأوسط. مش هتاخد وقت طويل خالص، يعني حوالي كده 10 15 دقيقة بالكتير على حسب الفرن بتاعك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص انا كنت خلصت خالص، فاضل التسوية. كده كان خلاص خرجوا من الفرن بالصورة الحلوة قوي دي، وكانت ريحة البيت تحفة جدا من السندوتشات دي. الولاد فرحوا بيها جدا. اتمنى انكم كنتوا تجربوا الوصفة دي. وده كان شكلها كده من جوه حاجة ممتازة خالص. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها.